واستنى تجني ثمار اي حاجه انت بتعملها. هي كل حاجه بتبقى صعبه في الاول، حد ما بيصليش فتبقى ثقيله عليه جدا في الاول، انا حاجه مفروضه عليا كده وانا مش حاسس اصلا، ممكن يقعد سنه كامله هو بيعمل كده لمجرد انه مطلوب منه يعمل كده. هي مراحل، فكره ان انا بعد كده انا دعيت فالدعوه استجابت، فماشي بعد كده انا بقيت احب اتكلم، بحس ان انا بطلع كل اللي جوايا، فانا عارف ان ربنا سامعني، هعرف يعني ايه صلاه، هفهم المعنى فهحاول اتعمق اكتر، فبعدين هحس، فبعدين هحاول اطور بقى من النقطه دي. هي دي الزون اللي احنا مش عارفينها كلنا. انت داخل صداقه، انت عارف يعني ايه صداقه، داخل تتجوزي، يا فرحتي عايزه اتجوز عايزه اتجوز، عارفه يعني ايه جواز، اعرفي معنى الحاجه اللي انت عايزاها دي، لما تعرفي معناها هتكبر في نظرك فهتعرفي تديها حقها قوي. ابسط مثال على كده بودكاست بتاع رمضان، احسن من رمضان عشته في حياتي رمضان اللي فات ده. ليه؟ قرينا كتير جدا، قرينا كتير كتير، ما قلناش كل حاجه بس قرينا، عرفنا ده ايه، ده معنى ايه التليفون ده، عرفت مداخله ومخرجه وهو ايه اصلا، فقدرت جدا قيمته، فانا داخل وانا عارف المخارج بتاعته والمداخل وكل حاجه، فهفهمه. مش هتعرف تعمل حاجه 100% من غير ما تفهمها وعارف قيمتها. بنصلي الفجر ليه؟ ما نعرفش، عشان الفجر المفروض مننا. طب ما تعرفش مثلا ان يوم القيامه هيبقى ضلمه فالفجر هو اللي هينور لك؟ انت مش بتعمل حاجه، انت مش بتدفع فلوس حتى، انت بتقوم هتصلي ركعتين وتنام تاني،